يا اهلا وسهلا، يوم جديد وخروجه جديده متحمسه لها جدا جدا، وبحاول بقالي فتره طويله اني انا اعملها. انا في راس البر. المكان ده من احلى واجمل الاماكن الغاليه على قلبي، لانه في الذكريات بتاعتي كلها من وانا صغيره. اكيد اكيد الذكريات دي عند ناس كتير مننا، وبقالها كتير وسنين ما راحتش راس البر. المكان ده جميل جدا. انا مش عارفه ازاي ناسيينه ان انتوا ما تجوهوش في الشتاء. يعني المكان ده في الشتاء رهيب رهيب رهيب. فانا هوديكم النهارده راس البر. خليكم معايا وتابعوني، ويلا بينا افرجكم على راس البر من اول وجديد. الأول تعالى أكلمكم عن الطريق. طريق دمياط وراس البر هو نفس طريق بورسعيد، والطريق بياخد معاك تقريبا من 2.5 ل3 ساعات. وطول ما انت ماشي هتلاقي يفط مكتوب عليها تمشي ازاي. الطريق مسلي جدا ومش هتحس بملل، لأنك طول ما انت ماشي هتشوف مناظر حلوة وهتبقى مستمتع جدا. وده أكتر منظر عجبني بصراحة، ما قدرتش مصوروش. تحس كده ان البقر متدلع ورايق كده في نفسه. وطبعا عشان تروح راس البر لازم تعدي على دمياط، لأن راس البر جوه دمياط أصلا، وتبعد عنها بس ربع ساعة. ولازم هكلمكم عن دمياط، بس هنزلها في فيديو لوحده لأنها محافظة جميلة جدا. ودلوقتي دخلنا على راس البر، بصراحة اتفاجئت بجمالها وكأني بزورها لأول مرة. منظر البيوت القصيرة اللي كلها لون واحد، والنخيل الكتير والشوارع الجميلة، حاجة كده تحسسك بطاقة إيجابية وانت ماشي. وأول حاجة عملتها إني رحت فطرت، وكان أحلى فطار وانت سامع صوت البحر والهوا منعش جدا. وطبعا كان لازم نحبس بكوباية الشاي. ويا سلام بقى لما تكون على البحر في جو زي ده، وشوية والجو مطر وكده بقى تبقى الدنيا حلوت قوي، وفضلت ألعب تحت المطر. بصراحة كنت مستمتعة جدا. تعالوا بقى أخدكوا لمنطقة اللسان، ودي أشهر مكان في راس البر. وانت ماشي عليه هتلاقي البحر على شمالك والنيل على يمينك، وانت ماشي ما بينهم في النص. وفي آخر اللسان بيلتقي نهر النيل مع البحر الأبيض. ومرج البحرين يلتقيان، آية في سورة الرحمن. ده مرج البحرين، التقاء النيل مع البحر. مش هتشوفوه في أي مكان في العالم غير في راس البر. المنطقة جميلة جدا. بتشوف آية من آيات ربنا على الأرض. سبحان الله. البحر اهو، ده البحر هناك اهو اللي شايفينه عامل امواج، وده النيل. انتوا متخيلين؟ يعني سبحان الله. اكيد في ناس كتير جت راس البر قبل كده، بس في برضه ناس كتير ما جاتش وما شافتش الجمال اللي احنا شايفينه ده دلوقتي. مكان آية من الرحمن فعلا. حتى الجو وانت ماشي ناحية البحر الهوا شديد وبرد جدا، وناحية النيل الهوا عادي ومش برد خالص. وطول ما انت ماشي هناك مش هتقول اي حاجة غير سبحان الله. كمان فتحوا على اللسان فود كورت. البراندات اللي احنا نعرفها عموما زي بافلو برجر، ماكدونالدز، هارت اتاك. كافيهات كتير حلوه. غير اللي انا كنت قاعده فيه وفطرت فيه، مكان صراحه فوق الرائع. ده بقى ايه، تحس ان انت في قلب البحر. ده برضو مكان لطيف جدا. كل حاجه هنا متاحه وموجوده. لما جيت المره دي حسيت ان هي اتغيرت جدا. والله كاني ماشيه في اوروبا. يعني بجد المكان بقى حاجه تانية خالص، وبقى حلو جدا. وفعلا لازم تيجوا في الشتاء. في الشتاء جو تاني خالص. وانت ماشي في على اللسان قدام شويه هتلاقي شارع النيل. البيوت الملونه اللي ورانا دي، والمكان ده اسمه عزبه البرج، اللي الصيادين بيطلعوا من عنده. كل دي مراكب صيد، كل اللي قدامنا دي مراكب صيد. وده المكان الرئيسي اللي الصيادين بتوع دمياط بيطلعوا من عنده. ولو عايز تشتري السمك بسعر الجملة، يبقى لازم تيجي عزبة البرج. اما دي العشش المشهورة بيها راس البر، اي حد عايز يصيف بيحجز فيها، وفي برضه فنادق كتير. بس بصراحة زمان مصيف راس البر يعني عشة من العشش الجميلة دي، تتجمع فيها انت واهلك ويبقى هيصة ورقص ولعب للصبح. ودي محطتنا الأخيرة في راس البر، وهي منطقة الجربي.
هي على النيل مباشرة، مجموعة كافيهات وكافيتريات كتير، وكلها في قلب النيل بقى. يعني تبقى قاعد روقان واستجمام. الله، بصوا انا مش سامعه غير نفسي بس. مفيش دوشه، مفيش حاجه. دي قعده ايه بقى؟ الروقان، نشرب قهوه كده وتبقى حاجه اخر عظمه. اليوم كان جميل النهارده، اتبسطت فيه قوي بجد بجد بجد. اللي مش هيجي راس البر في الشتاء فاتوا كتير قوي. المكان حلو وهتستمتعوا فيه وهتاخدوا طاقه ايجابيه وتغيروا مود وتغيروا جو. فانا كده خلصت جولتي جوه راس البر. استنوني ان شاء الله في فيديو جديد. بس قبل ما اختم الفيديو، يا ريت لو عجبكم الفيديو تدوسوا لايك وتكتبوا لي في الكومنتس اقتراحات كده ممكن اروح فين تاني. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. انا ياسمين الجلاد، باي باي.